السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم آمين. موضوعنا النهاردة هو إزاي ما تخليش النرجسي يطول عليكي فترة الصمت العقابي. تمام، زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اولا، عشان ما تخليش فترة الصمت العقابي النرجسي يطولها عليكي ويتمادى فيها، اول حاجة لازم تعرفي انك انتي عايشة مع مريض نفسي، مع مضطرب نفسي، وبالتالي فهو لا عنده شعور بخطأه تجاهك ولا هيديكي حقوقك اللي عنده. يعني هو لا هو حاسس انه غلطان فيكي ولا حاسس بحقوقك اللي عنده. خلاص، فبالتالي ما تخليش النرجسي يعلم عليكي. النرجسي دايما بيحطك تحت ضغط، دايما بيحطك تحت احكام وتحت قرارات، واذا ما كنتيش تقبلي الاحكام والقرارات دي وتقولي له حاضر ونعم فيها، يمارس عليك الصمت العقابي. طيب، الحل ايه في الموضوع ده كله؟ الحل ان لما النرجسي يحطك تحت حكم، وليكن مثلا هيقلل مصروف البيت، مش هيجيب الشغاله، مش هجيب مثلا حاجة معينة مثلا في البيت، مثلا كنتوا متفقين. دايما بيحب هدم الأحلام. يعني دايما النرجسي يحب قوي حته هدم الاحلام دي، ان هو مثلا يبقى معشمك ان مثلا هيجيب حاجه في البيت، او هيجيب لك هديه معينه، او هيجيب لك حاجه، وبعدين ايه، يجي على غفله كده يروح قال لك ايه، لا انا مش هيجيب كذا. فهو عايز منك الوقود ده، هو عايز منك الغضب والانهيار والقصة دي كلها. انت بقى قبلي الموضوع بكل برود، بانك انت تحسسيه ان اللي بيعمله وان اللي كان المفروض انه يوفره ليكي ملوش اي اهمية. فبالتالي هو هيبقى تايه معاكي اصلا. هو الهدف من الصمت العقابي مش انه زعلان منك، مش انه حتى يعاقبك، لا، الهدف من الصمت العقابي عند النرجسي انه يقعد لوحده، انه ينعزل عنكم شويه، انه يفكر ازاي يتعامل معاكي ومع الاولاد ومع الناس اللي في الشغل والناس اللي في الشارع والناس اللي مستقصدينه، لانه على طول مدخل نفسه في مشاكل ملهاش حدود. خلاص، والمشاكل دي بتخليه يفكر زيادة عن اللزوم، هيواجهها ازاي، هيتعامل مع الناس ازاي. تمام، فبالتالي النرجسي دايما لما بيبتدي الصمت العقابي، اهم حاجه انك انت طبعا اكيد انت بتبقي حاسه انه هيعمل صمت عقابي، انت الحقيقه بقى، الحقيقه ما تخليش ايه الموضوع يدخل في الصمت العقابي. النرجسي لما بيتهمك، حصل مثلا انه اتهمك اتهامات معينه، استغربي وحسسيه انه من غير ما تقولي له لا ما حصلش، ولا ما تدافعيش عن نفسك، وفي نفس الوقت تستغربي جدا على اللي هو بيعمله واللي هو بيقوله واسكتي. كده انت بتحسسيه ان قراره غلط، ان اتهامه ليكي غلط، وبالتالي لو هو تمادى فيه هيبقى هو اللي مختل، هو اللي مضطرب، هو اللي مش طبيعي. فهمتي؟ وهو بيخاف جدا من صورته قصادك وقصاد الاولاد انه يكون مضطرب او كده. خلاص، فبالتالي هتلاقيه بيلم نفسه وما يعملش او ما يزودش عليك او ما يدخلش اصلا في فترة الصمت العقابي. تمام؟ طيب، اللي احنا قلناه اللي فات ده لو كان النرجسي لسه ما ابتداش فتره الصمت العقابي. طب لو النرجسي بقى دخل في الصمت العقابي، انت هتكسريه ازاي؟ هتكسري فتره الصمت العقابي ب اوعي تكسري فترة الصمت العقابي باعتذار او بعتاب او بانتقاد ليه، او انك تقولي له انت زعلان ليه. انت كده داخله غلط خالص. انت زعلان ليه؟ ده اعتراف من حضرتك انك انت اللي قتلتي باباه، يعني اعتراف منك انك انت اللي اذياه، عشان كده انت بتسالي، وسؤالك ده دليل على احساسك بالذنب من ناحيته. فعشان كده انت عايزه تعرفي هو زعلان ليه، وجايه بقى ايه، عامله نفسك مش فاهمه وعامله نفسك مش واخده بالك، وعشان تحايليه وتطبطبي عليه. ده وجهه نظر النرجسي، ده تفكير النرجسي، ده مش انا، لا،
ده النرجسي بيفكر فيكي بالاسلوب ده، بيقول ده هي جايه تستعبط عليا، جايه تستهبل عليا وتفهمني ان هي مش فاهمه حاجه، وتقول لي انت زعلان ليه، لكن هي عارفه اللي هي عملته، وممكن انت ما تكونيش عملتي اي حاجه ومش غلطانه فيه خالص، بالعكس يمكن هو كمان اللي يكون غلطان، ولكن ده تفكير النرجسي. خلاص. طيب الصمت العقابي يتكسر بايه؟ الصمت العقابي يتكسر بهزار، بتهكم، بافتعال سخريه مع ضحكك وضحك الاولاد والدنيا يلا خلاص هيفك، فهمتي؟ او باكله حلوه يكون نفسه فيها من زمان، خلاص، او بانك تقولي مصيبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعملي انت مش هتعملي مصيبه ولا حاجه، ولكن تخترعي قال يعني في مصيبه حصلت، واعمليه بقى هيرو بقى، اعمليه بطل بقى، ويا سلام لو جبتي حد من بره، حد من اهلك، حد من جيرانك، حد من اصحابك، حد من اهله، فاهمه؟ وتفهميه ان هو الهيرو الوحيد اللي هيحل المشكله دي، او هو اللي في ايده حل المصيبه دي. فبالتالي طبعا هيكسر الصمت العقابي وهيعمل اللي انت عايزاه، او هيعمل الحل بتاع المصيبه اللي انت عايزاه. ليه؟ مش عشان سواد عيونك، لا، ده عشان الناس اللي انت دخلتيهم. انت دخلت دلوقتي طرف ثالث، وهو المشكله وسحبتي نفسك انت، فالمشكله ما بقتش بينك وبين النرجسي، المشكله دلوقتي بقت صوره النرجسي قصاد الطرف الثالث من خلال المصيبه اللي انت اخترعتيها. فهمتي؟ فبالتالي هنا بقى شطارتك بقى انك انت ما تحطيش، يعني انت ايه عملتيه هيرو وخلاص وجبتي ناس وهو خلاص بقت صورته كويسه قصاد الناس، ما تجيش بعديها بقى وتعاتبي، ما تجيش بعديها وتعتذري، ما تجيش بعديها وتقولي اصلا انت كنت لا، الموضوع ما يتفتحش اصلا بعد كده. خلاص. طيب الصعب في حياتك مع النرجسي هو تراكم المشاكل. مش بتصفي المشاكل اول باول، وتصفيه المشاكل بينك وبين النرجسي مش انك تفهميه غلطه او انك تفهميه حقوقك اللي عنده، لا، تصفيه المشاكل انك انت الحاجه اللي بيضايقك ويعورك ويألمك بيها فهميه انها ملهاش اي تأثير عليكي، سلبياته اللي دايما بيمارسها عليكي فهميه ان انت اقوى منها، وانك انت مش واخده بالك خالص منها، فهمتي؟ وانك انت متجاهلاها تماما، ويمكن كمان مش واخده بالك منها. حته مش واخده بالك دي حلوه قوي مع النرجسي، معنى كده انك انت مش بتظني فيه ظن سيء، فهمتي؟ وهو بيحب كده قوي، يحبك انك انت بتظني فيه ظنون كويسه، انك انت نفسيتك من جوه من ناحيته كويسه جدا، وانك انت مش حاطاه في دماغك كمصدر للقلق او مصدر للتوتر، فهمتي؟ بس فلو قدرتي تعدي بالمركب بتاعك القصة دي، صدقيني مش هيبقى فيه مشاكل خالص مع النرجسي، ومش هيبقى فيه صمت عقابي، وهتلاقي امورك انت اللي مسيطرة، وانت امور بيتك كلها، والنرجسي كله في ايدك انت. خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.